عاصفة في اسكندرية، وربنا يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى، وزلزال من كام يوم والدنيا بايظة، وربنا يا رب يعني يسترها معانا في الأيام المباركة اللي احنا فيها، العشرة من ذي الحجة، وكل سنة طيبين. والمصيبة الكبيرة الناس بتهزر وبتضحك، الناس بتنزل بوستات ضحك وبوستات هزار على زلزال وعلى عاصفة ثلجية في اسكندرية في عز الصيف. بتضحك انت ومبسوط. يا اخي تنيل على عينك وعلى عين اهلك. دي ايام يعلم بها ربنا سبحانه. ده غضب من ربنا سبحانه كده، ده غضب الطبيعه. غضب الطبيعه، زي اخواتنا البعدة اللي ما بينهمش اله اصلا. غضب الطبيعه، الطبيعه غضبانه علينا. يا فرحه امك، فرحه امك. نرجع لربنا بقى. نرجع لربنا. الاخلاق اللي الواحد بيشوفها في الشارع دي مش عاوزه عاصفه رعديه، ده عاوزه عاصفه بركانيه وزلازل واعاصير وكل شيء في بعض. يعني هواء مع ميه مع اي حاجه كده، يعني ايه، طحينه مع زيت مع ميه مع اختلاط بقى كده، كوكتيل. الاخلاق اللي في الشوارع دي عاوزه، مش اقولكش، عاوزه طوفان سيدنا نوح. ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ ايه اللي حصل لنا؟ الناس بعدت عن ربنا وبعدت عن الدين وبعدت مفيش اخلاق ولا في نيله ولا في زفت ولا في اي حاجه ولا في مش عارف ايه. مالكم وصلتوا لايه؟ وصلتونا لايه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يرحمنا برحمته ويبعد عننا الزلازل والاعاصير. تخيل عاصفه ثلجيه ممطره في شهر كام؟ 6، اللي الناس رايحه اسكندريه تصيف، مخلصين امتحانات وعايزين يصيفوا. تخيل انت. من اعمالكم سلط عليكم، كلها ذنوب ربنا بيخلصها، وربنا سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته. احنا عاوزين رحمته مش اكتر، عشان لو بقى اعمالنا ربنا يخفز بينا الارض. والله العظيم لو بقى اعمالنا ربنا يخفز بينا الارض. لو بعملك، والله لو بعملك ربنا ما يديك شمة هوا، نفس ما تاخده. صوم طيبين.